وباختصار لأن الوقت للأسف تضيق، من هو هذا المسلم الخاضع؟ هذا المسلم لا يخضع لله ولا لشرع الله كما يوهم وكما يظن في نفسه وعند نفسه. لا لا لا، هو يخضع لشرع المجتمع، يخضع لدين المجتمع. وكما قلنا في خطبة سابقة ربما قبل أسبوعين، الإسلام هو دين المجتمع، والإيمان مشفوعا بالإسلام هو دين الفرد. أيها الإخوة، كل مجتمع له دين، مجتمعاته الإسلامية ليست استثناء، لها دين. دينه ما هو؟ الإسلام. الإسلام كإسلام ذو طابع مجموعي، ذو طابع جمعي. كيف نعرف هذا المجتمع؟ بأنه المجتمع المسلم. المجتمع المسلم. كيف نعرف أنه هذا مسلم؟ هذه مسلمة، واضح من زيها. مسلم من سلوكه ربما وارتياده المساجد، إذا كان عنده لحية واضح أنه كذا، حامل السبحة وبسبحها، حامل مصحف، حامل سواك. هذا هو الإسلام. الإسلام مجرد أيها الإخوة مجرد دين المجتمع، دين المجتمع. لذلك قلنا في خطبة سابقة هذا الإسلام مجردا وحده عاجز وغير قادر أن ينتج أيها الإخوة الأخلاق، مش مطلوب منه، مش مؤهل لهيك على فكرة. لذلك هذا الإسلام يجامع النفاق عادي جدا، تكون مسلم في الظاهر ومنافق كبير، زي ما كانوا بعض المنافقين أيام الرسول، عادي بيصلي معاك وبصوم وكذا، بيصلي وبيكتب تقارير للعدو الداخلي والخارجي، عادي بيصلي أيها الإخوة، وبحكم تقريره تضرب البناية بصاروخ يأتي على من فيها من كبار وصغار وبيصلي، وكان يصلي معك وبأكل معك وببكي معك في الصلاة. عجيب. وتقول لي لا لا عادي، الإسلام مش مطلوب منه أكثر من هيك. الإسلام هو هذه الظواهر، هو هذه الظواهر. الإسلام ميراث، الإيمان تجربة. احفظوا هذا هكذا. الإسلام ميراث. واحد يقول لي كيف؟ طبعا، ولا أنا ولا واحد فيكم اختار إسلامه، كلنا ورثنا إسلامنا على ما وجدنا عليه آباءنا وأمهاتنا. هم وجدناهم مسلمين وسنة كمان صرنا سنة، وحنابلة صرنا حنابلة، مسلمين وشيعة صرنا شيعة، زيدية كذا 12. ميراث، ما فيش فرق. ولذلك أنت من حيث أنت ومن حيث كونك مسلما سنيا حنبليا شافعيا مالكيا، ما لكش فضل على أخوك المسلم الإباضي أو المسلم الزيدي أو المسلم الشيعي. هو المسكين ورث وأنت ورث، الله يخليك. ما بديش واحد يتفجع الثاني ولا يشبت في الثاني، لا فضل لك عليه ولا فضل له عليك. التفاضل في قضايا الإيمان بعدين والأخلاق. أنسنت الإنسان مع الإيمان مش مع الإسلام وحده. الإسلام وحده بلا إيمان كما قلت لكم ميراث المجتمع، ملصق المجتمع، ليبل ملصوق على كل واحد فينا، على جبينه أو على ملابسه، على حجابها ولا على دجاجته. إسلام إسلام إسلام، بس هذا هو، مش أكثر من هيك. وقلت لكم في الخطبة تلك ولا مرة الله خاطب يا أيها الذين أسلموا، يا أيها المسلمون افعلوا كذا كذا. دائما خاطب من؟ المؤمنين. حين يريد الله استثارة الأخلاق فينا، تنمية الإنسان، تثمير مباركة الإنسان، يتوجه لمين؟ للإيمان ولا للإسلام؟ للإيمان. والإيمان بطبيعته الرئيسة الأساسية ذو طابع فردي. الإيمان لا يكون موروثا، وإلا يا ريت والله لو كان الإيمان موروثا كان أكبر عالم في الدين والعرفان الإلهي يطلع أولاده كلهم نسخ منه ما شاء الله، ويستمر العرفان وكذا. ولا مش صحيح؟ لا 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 أبدا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله طلع من أبو جهل، طلع مين؟ عكرمة ابن أبي جهل، وطلع من جعفر الصادق ابنه إسماعيل. ولا مش صحيح؟ عادي يطلع هذا من هذا، وطلع من نوح ابنه الكافر. مظبوط ولا لا؟ لا، الإيمان ليس ذا طابع جمعي ومجموعي، ليس ميراثيا. الإيمان ليس ميراثيا. كل مصيبة. ايش هو؟ تجريبي، تجربة ذاتية. إذا لم تخضه لن تجده يا مسكين. إذا فكرت حالك ترث الإيمان زي ما ترث الإسلام، أنت بتكون واهم، وبتكون ضيعت على نفسك فرصة تكامل الروح، فرصة الوصول إلى الله. ضعت يا مسكين، وأكثرنا ضائع. أنا أقول لكم للأسف، وهذه ليست بشرى، هذه مأساة، هذه مأساة. أكثرنا ضائع لأننا ظننا أننا نرث الإيمان كما ورثنا الإسلام، آيات تتلى وتلقن وتحفظ وتكرر، كأننا أصبحنا مزجالا، جهاز تسجيل يعني كاسيت الريكورد. مش هذا الإيمان أبدا أبدا. الإيمان هو التجربة الحية التي تعيشها النابضة. الإسلام إخواني، والإيمان مرة أخرى، الإسلام يعكس ماذا؟ واللي آمنوا فقط بالإسلام ووقف إيمانهم عند حدود إيمان بالإسلام هم ما آمنوا إلا بالمجتمع. أنا أقول لكم آمنوا بإملاءات المجتمع، بهوية المجتمع، وهم أشخاص امتثاليون وتماثليون، مش أكثر من هيك، فقط فقط. لذلك لا فراد بينهم، لا إبداع، لا وعي. الإنسان إذا أردت أن أعرفه
الإنسان، وأن أعرفه بأنه الكائن الفاعل. تبارك الله أحسن الخالقين. الكائن الفاعل. فحقيقة الفعل مش الاستجابة الميكانيكية. اضرب واحد بشيء على رجله بتحركها، هذه استجابة ميكانيكية. يستطيعها كل حيوان، كل دودة صغيرة حتى عندها استجابات ميكانيكية، نعمل لها إثارة تستثار. لا، الفعل وهو خصيصة إنسانية يحكي الإرادة الواعية، يعني مركب من شيئين، من إرادة ومن وعي سابق على الإرادة. هذا هو الإنسان. الإنسان ثلاثة أشياء: وعي، ثم إرادة، ثم فعل. هذا لا يمكن أن يأتي بالميراث، لا يأتي بالحفظ، لا يأتي بالتلقين، يأتي بالبناء. ابني إيمانك. لذلك إذا كان الإسلام نسخة معيارية، وهو كذلك نسخة قياسية، الإسلام نسخة قياسية توزع على المجتمع كما قلنا لدى الميلاد، مع شهادة الميلاد. ايش الديانة؟ مسلم مسكين وما اختارش، وما أول يوم ايش اسمه؟ عبد الله، أمه فوزية، أبوه ريحان، دينه الإسلام، انتهى خلاص، يبقى مسلما إلا أن يشاء الله ربي شيئا. نسخة معيارية معروف. وهذا إسلام شيعي يوزع عليه إسلام شيعي، انتبهوا، وهذاك إسلام سني يوزع عليه إسلام سني، وهكذا. الإيمان شيء مختلف تماما. الإيمان لا يوزع، وليس نسخة معيارية، نسخ بعدد أفراد المؤمنين. كل مؤمن عنده نسخته الذاتية الخاصة من تجربة الإيمان الحي النابض. الإيمان بالإسلام، الإيمان الأول، يحكي ماذا؟ يحكي إيمانا تصوريا لعالم جواني وعالم خارجي موضوعي، جامد ساكن ناجز موجود دائما. كل ساكن وجامد مرشح باستمرار لماذا؟ للتعفن والتحلل. لذلك الشخصية التي آمنت على هذا النحو وعاشت الإيمان على هذا النحو، ماذا يحدث لها بعد 10 سنين؟ أحسنت، بعد 20-30 سنة والله تتحلل، أقسم بالله. وبتشوفوا شيخ كبير مؤلف كتب والله متحلل، شخصية متحللة متعفنة، أفكاره المسكين، مسلكه ما يدعيه من تقوى، من إخلاص، من كذا، واضح، أمور مختلفة تماما في تحلل. الخطاب، القدرة، الإبداع اللي عنده، الروح اللي بيتكلم فيها، متحلل، جثة متفسخة. بخلاف الإيمان الثاني ذو الطابع الفردي، بخلاف الإيمان الثاني ذو الطابع الفردي الإفرادي أيها الإخوة، الإبداع الإنساني. هذا يحكي ماذا؟ يحكي ويشي بعالم جواني وعالم خارجي، عالم الوجود كله الذي خلقه الله وأبدعه لا إله إلا هو. ماذا؟ يزداد باستمرار ويتحرك، وفي طور التكون وفي طور التكامل. قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. عالم كما أتطور أنا كروحية، كوجدان، كعقل، كإنسان، يتطور هذا العالم، يتطور كل شيء، وأنا أعيش هذا. وعبر تجربتي تتطور نسختي من الإيمان، تتطور صورة الله في ذهني يا إخواني، أليس كذلك؟ في ناس يبدأ الإيمان بتصفة الإيمان، لا بد أن تمر بهذه التجربة وأن يكون لك فرادتك، نسختك الخاصة. طيب، هذا الإيمان الحي النابض المستمر، قيد الإنجاز، قيد التطوير والتنمية أيها الإخوة، المآل، البروغنوز تبعه، المصير في الأخير الروحي، الطب الروحي إيش مصير؟ إنسان يزداد نضجا، يزداد جمالا في فهمه، في منطقه، في نفسه، في روحه، في مسالكه. إن وجدت متدينا يزداد، وحين يزداد لا يزداد إلا جمالا وإلا تقا وإلا عظمة وإلا إنسانية. اعلم أنه المؤمن، هذا المؤمن. وهذا المؤمن مؤمن بدين الله مش بالمجتمع. وأما ذاك المؤمن بالإسلام فهو آمن بدين بدين المجتمع. للعبرة يا إخواني، دين المجتمع اللي هو دين السلطة ودين الكهنوت ودين المجتمع، هذا الدين أنا أقول لك يعتاش عليك طبعا، أي والله يعتاج عليك، يتغذى عليك. في النهاية نجد ركاما أيها الإخوة، من عظام تلوح وجلد حائل اللون، لا عصب ولا حياء ولا نبض. نجد عظاما تذكر بالأموات والمقابر والفناء. هذا أنت، هذا منتوج ديني. بعد 40 سنة من الدين، منتوج ديني، إنسان ما خلاش شيء إلا عمله باسم الدين ومرتاح الضمير ولا يعرف الندم. أنا لأول مرة ربما أفهم بالضبط لماذا الندم توبة. تعرفوا لماذا؟ لأن الذي يجد لذة الندم يكتوي بجحيم الندامة هو ما يصح أن يسمى روحا. هذه الروح، في روح لسه ندمت، عندك ندم حقيقي، عندك الروح لم تنطفئ جذوتها. أما الذي يفعل الأفاعيل ثم دائما يبارك أفاعيله ويرى أنها جوهر الدين وقربى لرب العالمين، فأقول لكم
هذا من زمان زمان، من بعيد المسكين، من زمان فقد روحه واستعاض منها بصخرة، بل هي أشد قسوة، قال تعالى، رمز صحيح، أشد قسوة، أو بشظفة من حديد صلب، يزعم أنها قلب عرف الله، لا والله ما عرف الله، ولا تلقى وحي الله، ولا يعرف شيئا عن طريق الله، المسكين هذا. لكن يندم، حين يندم، اللهم اجعلنا من النادمين على خطايانا، النادمين على خطايانا. هذا الدين يعتاش عليك، مرة لصالح الكهنوت، ومرة لصالح السلطان، ومرة لصالح المجتمع المتوحش ب1000 رأس، ب1000 عدد رؤوس المجتمع، مرات مجتمع ب90 مليون رأس، تنين دراجن ب90 مليون رأس، مجتمع كامل، انتبه. هذا الدين يعتاش عليك، يتركك ركاما. وأما دين الإيمان فهو دين الله، ليس دين المجتمع، كما قال الأول، قال ديني مالي ومال الناس، كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. مالي ومال الناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. دين الناس هو الإسلام، ديني أنا هو دين الله، الإيمان، مشفوعا طبعا بالإسلام، ما في إيمان بلا إسلام كما قلنا، هذا هو ديني. هذا الدين أيها الإخوة ينميك، يكثرك، يقويك، يباركك، يهنيك، يسعدك بإذن الله تبارك وتعالى، يزيدك بصرا واستبصارا باستمرار إن عرفته أسعد ما يمكن أن تبلغه. مثل هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى، الضيق منه والقليل وجيز منه يتسع أيها الإخوة لتلبية كل أشواقك، فكيف بالوسيع منه؟ هذا الدين يوم تعرف منه القليل يلبي كل أشواقك بإذن الله تعالى، فكيف لو عرفت الكثير؟ عرفته معرفة ماذا؟ معرفة الخبرة والعيش، معرفة الخبرة والعيش.